يشرفني بهذه المناسبة أن أجدد الترحاب بالجميع وأن أشكركم على المشاركة في هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها، والتي تتناول موضوع تدبير منازعات الدولة والوقاية منها في علاقتها مع الصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية. حضرات السيدات والسادة الكرام، إن موضوع هذه المناظرة يكتسي أهمية وراهنية كبرى بالنظر لتقاطعاته المتعددة مع المسار التنموي والخيارات الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك لما تتطلبه من تنزيل سريع لمجموعة من المشاريع الكبرى والمهيكلة ذات الوقع الهام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مع توفير المناخ الملائم لاستقطاب استثمارات مهمة تساهم في خلق فرص الشغل والقيمة المضافة وتموقع بلادنا ضمن سلاسل القيمة العالمية. كل هذا في إطار يضمن الحفاظ على التوازنات المالية تكريسا للسيادة المالية لبلادنا، كما يأتي في وقت راكمت فيه بلادنا بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة نصره الله رصيدا حقوقيا مهما وبناء مؤسساتيا صلبا يجعل المواطن في صلب الاهتمامات والأولويات التي تنبني عليها السياسات العمومية. لذا ومن منطلق المسؤولية الفردية والجماعية يجب علينا جميعا الحفاظ على هذا البنيان الرصين والإسهام في تقويته بعيدا عن أي مصلحة فئوية ضيقة، إذ أن إشكالية منازعات الدولة تتطلب منا معالجة شمولية لكل الجوانب التدبيرية والقانونية بكل جرأة ومسؤولية ووفق مقاربة شمولية ومندمجة وتصور واضح. ومن الأكيد أن المخرجات والتوصيات التي ستفضي إليها هذه المناظرة والتي تشكل فرصة لاستلهام الذكاء الجماعي والقوة الاقتراحية النابعة من الخبرة التراكمية للإدارة والمساهمة الفكرية والأكاديمية للباحثين الجامعيين وللمؤسسات القضائية ستمكننا جميعا من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للتدبير الأمثل لمنازعات الدولة، بما يضمن التوازن الضروري بين توفير الظروف الملائمة لتنزيل مختلف المشاريع وضمان التوازنات المالية للدولة والمؤسسات من جهة، ومن جهة أخرى حماية الحقوق الفردية للمواطن. أيها السيدات والسادة، إن تدبير منازعات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية على مدار عقود من الممارسة مكننا بلا شك من الوقوف على مكامن الخلل ومواطن الضعف التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، وأتاح لنا في نفس الوقت الوقوف على مكتسبات وتراكمات جدا مهمة نعتبرها المدخل الرئيسي للإصلاح الذي يجب أن يراعي ضرورة الدفاع بأمانة عن مصالح الدولة والمؤسسات والمقاولات والجماعات الترابية برهانات متعددة أجملها فيما يلي. أولا، رهان الأمن القانوني في شق الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات والمقاولات والجماعات الترابية التي يتعين عليها الامتثال والتقيد بقواعد المشروعية، وكذا بواجب الحفاظ على الرصيد الحقوقي والبناء المؤسساتي لبلادنا